هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير وصحة يا رب. وكل سنة وانتم طيبين وبخير. ويا رب يجعل الأيام المباركة دي كلها خير ورزق وصحة على الجميع، اللهم أمين. احنا النهاردة عايزين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا عاملين إطعام كبير قوي في شهر رجب بتاعنا ده، في ليلة الإسراء والمعراج. الإطعام ده أكل الحمد لله بفضل الله 150 شخص، يعني عملنا أكتر من 150 وجبة. الأكل اللي معانا متنوع، وطبعا كلها كميات كبيرة، يعني مثلا صاجين كبار مكرونة بالبشاميل، معانا صاج كبير جلاش باللحمة المفرومة بالرقاق، يعني هو جلاش بالرقاق باللحمة المفرومة، وده أنا عاملة له فيديو على القناة. ده بجد اختراع وهتلاقوه عندي حصري يعني. وعملنا كمان كفتة مشوية، وكان في حمام زيادة حطيناه، والممبار المحمر، وكان في كمان الرز بسمتي بالزبيب والكبد والقوانص. معانا كمان بانيه، وكان معانا محشي مشكل. المحشي المشكل كوسة وبتنجان وفلفل. ومعانا الفراخ المشوية طبعا أساسية، ورز بالشعرية، وكمان معانا اللي هو كفتة الرز يعني بالبطاطس طبيخ. تمام كده، هو ده شكل الإطعام كامل معانا، ودي الوجبات قبل ما نبدأ ان احنا نقسمها ونعمل منها الوجبات بتاعتنا. اولا احنا نوعنا كتير قوي في الوجبات، يعني حاولنا ان احنا نعمل وجبات متنوعة، مفيش مش اسطمبة واحدة او ستايل واحد لكل الوجبات، لا. احنا الوجبات بتاعتنا كانت متقسمة على حسب، يعني احنا حطينا مثلا، هتشوفوا معايا دلوقتي، يعني مثلا الطبق ده كان فيه محشي مشكل وسبع ممبار مثلا، ومناب من الفراخ، ربع فرخة مشوية. تمام كده. في مثلا طبق هتلاقوا فيه ممبار، في طبق لا مثلا في حاجات تانية متعوضة، مش كل الاطباق نفس الشكل، وده هو التغليف النهائي. تمام كده. هتلاقوا مثلا وجبات تانية زي مثلا طبق رز بالشعرية مع الفراخ المشوية الطبيخ بتاعنا، ودي كانت انسب واسلم طريقة لان احنا نخزن فيها او نحط فيها الاكل، علشان ولا يتدلق ولا يبهدل الدنيا ولا اي حاجة. وطبعا الحاجات ما بتتحطش في الاكياس غير لما بتبرد خالص علشان تبقى صحية. تمام. دي وجبة مثلا تانية كانت قطعة مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة، معاها صابع ممبار، ومعاها كمان قطعة بانيه مقلي. تمام. دي الوجبات دي كلها تعتبر وجبة فردية، يعني شخص واحد هو اللي ياكلها. فالوجبات ما شاء الله اللهم بارك بتبقى مشبعة جدا جدا، ولو أسرة مثلا 4 أفراد بياخدوا ال4 أفراد. تمام. فبيبقى الأكل ما شاء الله وفير معاهم، والوجبات بتبقى متنوعة، مش مثلا أسرة كاملة نحط لهم كل الوجبات مكرونة، لا. احنا في الإطعامات الكبيرة اللي زي دي بنحاول ننوع، بحيث ان الأسرة الواحدة تاخد أكتر من طبق وأكتر من أكلة يعني. فمثلا عندنا وجبة زي دي، المحشي والممبار والفراخ، أسرة مثلا 4 أفراد، دي وجبة مثلا. الوجبة اللي قبلها اللي كانت رز بسمتي مع مثلا جلاش باللحمة، ومثلا كفتة. وجبة تانية مثلا زي حاجة زي كده مكرونة بالبشاميل وبانيه وممبار، دي برضو تعتبر وجبة تانية. في الوجبات متنوعة ما بين صدور وأوراق وكفتة الرز كمان لحمة، فهي الوجبات ما شاء الله اللهم بارك مشبعة جدا. في مثلا ناس بيحبوا قوي قوي الحمام وبيطلبوه مننا في الإطعام، ناس من يعني ربنا يرزق الجميع اللهم أمين، ويراضي كل رب أسرة، ويرحم رب الأسرة المتوفي، ويعين الأم اللي هي بتربي الأيتام على أولادها، ويرزقهم يا رب من واسع فضله. دي الوجبات قدامنا، دي طريقة التغليف. انا بس باكد وبزود قوي في الحاجة دي علشان اوريكم التنوع، يعني ازاي ان احنا ممكن نعمل وجبات ومتنوعة ومش شرط نفس الستايل ونفس الحاجة. يعني ده مثلا قطعة كبيرة ما شاء الله من الجلاش بالرقاق باللحمة المفرومة، ده بقول الاختراع بتاعنا، مع صابعين كفتة مشوية وتحتيهم رز بسمتي. دي وجبة اعتقد ان هي مشبعة جدا 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 لفرد واحد،
ودي بتبقى من ضمن وجبات تانية. هنا مثلا قطعة مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة، ومعاها قطعة البانيه وكمان الممبار. تمام. فالوجبات ما شاء الله متنوعة، بتبقى لذيذة جدا يعني. دي برضو احنا قلنا الرز بالشعرية معاه كفتة الرز بالبطاطس والربع فرخة المشوية، وطبعا دي بتبقى مشوية وبتاخد ريحة الفحم، فيعني حاجة اللهم بارك زي ما بنعملها لبيوتنا بالظبط. هنا برضو ممبار وبانيه ومكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة، وكل لحومنا يا جماعة بلدي، مش عشان مثلا حاجة طالعة او كده لله مثلا، او حاجة ان احنا بنجيب لحوم مستوردة او حاجة. هنا مثلا عندنا محشي مشكل مع منابنا من الفراخ المشوية. دي برضو بتبقى من ضمن وجبات متنوعة ان شاء الله للأسرة الواحدة. تمام. انا بقول لكم ليه يا حبايبي على الفكره دي، لان في ناس مثلا بتحب تعمل ان هي وجبات كتير، فبيعملوا مثلا كل الوجبات ستايل واحد. لا يا جماعه، نوعوا بحيث ان مثلا لو في فرد في الاسره مش بيحب المكرونه البشاميل، لا يقدر ان هو يبقى في حاجه تانية ان هو ياكلها، في رز بسمتي، في رز بالشعريه وطبيخ، في فراخ مثلا، في جلاش، في كفته، في حاجات. طبعا مش شرط ان انتوا تعملوا كل حاجه، فنراعي يعني الأذواق برضو المختلفة مهما كان هما يعني في ممكن حد يحب حاجة ويجيله الإطعام مثلا بحاجة هو ما بيحبهاش، فهياكل وهيشبع وكل حاجة، بس هيبقى متضرر، مش هيبقى مبسوط. فاحنا الإطعامات بتاعتنا بتقوم على كده، ان احنا نعمل أكل متنوع، فالأسرة الواحدة يوصل لها حاجات كتير متنوعة، بحيث اللي ما بيحبش حاجة يلاقي الحاجة التانية اللي هو بيحبها. وطبعا جزاكم الله خيرا لأي حد يعني بيفكر ان هو يعمل حاجة زي كده، ايا يكن بقى، جزاكم الله كل خير يعني. حمام وممبار ورز بسمتي بالزبيب. وعلى فكرة يا بنات، الأطباق اللي هي بتبقى مفرودة مش متقسمة او ليها كفر او كده، بتاخد كميات اكبر بكتير جدا جدا. الاطباق الفيل العادية دي تاخد كميات اكل فعلا اكبر بكتير من الاطباق التانية المتقسمة. بحس ان هي معلقتين وشقلب وقلب. لا، دي بصراحة جربوها، وطريقة التغليف دي جميلة، والحاجة بتوصل محترمة جدا للناس، مفيش حاجة بتتبهدل. كل مثلا الأسرة هتاخد مثلا 3 وجبات 4 وجبات اي حاجة يعني، بتتحط تتقسم في اكياس، وبيجي صاحب النصيب بياخدها بيستلمها منك زي ما هي بحالتها، وهو بياخدها برضو بحالتها، بياكلها هناك في بيته في اطباقه او في اطباق الفل دي. بتبقى بصراحة لطيفة جدا جدا، وبتاخد ما شاء الله اللهم بارك كميات كبيرة. ده منظر الاكل في الاخر، الوجبات اللهم بارك. هتلاقوا تنوع كبير جدا جدا، هو طبعا مجهود وبتبقى كميات اكل كتير اللهم بارك، وكذا صنف وكده. ولكن في الحاجات دي بتبقى المشاركة جميلة جدا جدا، يعني انتي تقدري تجمعي كل حبايبك تعملوا مع بعض. حتى لو هتجمعوا فلوس مع بعض، مش شرط واحد بس اللي يقوم بالليلة كلها في فلوس وعمايل وكل حاجة، لأ. انتي ممكن تجيبي مامتك، تجيبي اختك، تجيبي مثلا مرات اخوكي، تجيبي بقى كل حبايبك اللي حواليكي اصحابك، تجمعوا فلوس مع بعض وتعملوا اطعام كبير، وكل واحد يشيل صنف. يعني واحده ممكن تشيل الفراخ والكفته، واحده تشيل الممبار مثلا والبانيه تحمير، واحده تشيل الرز البسمتي ورز تاني وكفته الرز مثلا، واحده تشيل صواني المكرونه البشاميل. احنا بنعمل كده في الاطعامات الكبيره دي، محدش ابدا ابدا بيشيل حاجه كامله لوحده يعني. فما شاء الله اللهم بارك، بيدينا كميات كبيرة، وبيدينا أصناف متنوعة، وبيبقى الخير كتير، وكله يعني عند ربنا في الآخر. أنا دلوقتي بشارك معاكم حاجة زي كده علشان أشجعكم وأشجع نفسي وأستمر على العادة دي، وأشجعكم كمان. يمكن حد يكون بيفكر يعمل حاجة زي كده، وفي مثلا تردد أو مش عارف يبدأ إزاي. فأنا إن شاء الله معاكم واحدة واحدة لحد ما نعمل كل اللي احنا عايزينه، ونساعد الناس الغلابة يعني والمحتاجين. وبكده خلصنا الفيديو حبايبي، اتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش الاشتراك في القناة، ومع السلامة.